جهز السماعة وحضر كوباية الشاي أو فنجان القهوة وصلي على الرسول ويلا بينا. زكية الغبية من تأليف عباس الأسواني وإخراج محمود يوسف. صباح الخير يا ست زكية، صباح القشدة والمهلبية. عاوز ايه يا بلي؟ يا سلام على طبع حضرتك، هو في ناس زوجة ترد على بعلها بالشكل ده؟ ايوه في يا سعطية، في كتير قوي. ايوه بس ده ما يصحش، الزوج برضو له احترامه يا زكية. ايه زوج؟ ايوه. وانت فاكر نفسك جوزي بصحيح؟ جوز العاطل اللي ملوش شغل يبقى جوز ازاي يا عطية؟ انت عارف كويس لولا البيت ده ملكي وساكنين فيه ومأجرينه للناس كنا شحاتنا من زمان انا وبنتك حسنات ومشينا في الشارع نقول عشان عليك يا رب. يا ساتر يا ساتر، هو انت ما تبطليش الاسطوانة دي ابدا؟ هي ايه الحكاية؟ انت عارفة لا تسمعها لي كل يوم يا زكية؟ إن كان عاجبك ولا لا؟ أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم ولا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا راجل قلت لك 100 مرة بطل شغل الكهانة ده. أنت إيه بتقرا عليا؟ يا أخي ده بعدك قوي يا سعطية. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم يا ستي شوفي لي دلوقتي جنيه يا زكية. ايه؟ نعم. جنيه؟ ايوه. بتقول ايه؟ ايوه. جنيه؟ ايوه جنيه واحد علشان عاوز اشتري دمغه واكتب طلبات اقدمها يمكن الاقي شغله. عاوز اشتغل بقى يا زكيه، متضايق من قعدتي. الله. تشتغل فين يا عطيه؟ ما كنت بتشتغل ورفدوك، انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا ست، ما نسيتش كمان انك السبب في رفدي. كنت صراف غلبان وكل يوم تقولي لي هات يا عطيه، جيب يا عطيه، هات يا عطيه، وان ما سمعتش كلامك تشغلي لي نكد لحد ما قلبت عقلي يوم وخدت الفلوس. فلوس ايه؟ 5 جنيه العمر. قال على رأي المثل لو سرقت تسرق جمل. وانت سرقت كتكوت يا عطيه، كتكوت. ايوه كتكوت وخدت جزائي. المهم دلوقتي بقى شوفي لي الجنيه. يوه انت لسه ما نسيتش الحكايه دي؟ اجيب لك منين وانا قاعده على بنك؟ يا ست زكيه ما يصحش. بس ولا كلمه يا ست زكيه، انا محتاج للجنيه. اسمع اما اقول لك. نعم. انت عارف اعصابي، اعمل معروف ابعد عني. طيب هلا عني. طيب اتهوى. اتهوى يا عطيه. ما عنديش فلوس يا عطيه. حاضر بس ما تزعليش نفسك. هتهوى، انا هتهوى يا زكيه. حسنات شوفي يا بنتي مين اللي بيضرب الجرس. حاضر يا ماما. الله، دي خالتي سعدية وسي دبور. الاستاذ دبور من فضلك. ازيك يا حسنات؟ اهلا وسهلا ست سعدية، اتفضلوا. اهلا وسهلا. ازيك يا دبور؟ وحشتني. اهلا بيك يا ست الكل، يا ريحه الورد والفل. والله انا اول سعديه ما قالت لي ست زكيه عايزاك جيت جري معاها على طول. ايوه النبي يا ست زكيه، ما صدق ان انا قلت له الست زكيه عاوزاه. وهو يقدر يتاخر؟ ابدا. اتاخر ازاي؟ انا اقدر. الوقت اقعدوا بقى انتوا الاثنين. وانت يا حسنات روحي اعملي قهوه واقفلي الباب ده وراكي. حاضر يا ماما. مش عاوزه حد يخش علينا. ايه في جلسه ولا ايه؟ ايه ايوه والله زمان يا جلس. مدام مفلسه ومحتاجه لفلوس نبقى لازم نعمل جلسه ونشوف حاجه نعملها. اهو كده الكلام يا ست زكيه. فارم عليكي يا ست زكيه. والله الواحد حن للشغل. اصل انا كنت وكيل محامي قد الدنيا، لكن الحكم بقى اللي صدر ضدي. هو حكم واحد يا دبور؟ دول 3 وغيرهم عندي. يا ستي انا ما قلتش حاجه، انا خدامك يا ست زكيه. 3 اعمل ايه؟ خلاص اسمعوا، انا عندي فكره جاهزه تجيب لنا قرشين وتفرفشنا. قلتم ايه؟ نعمل جلسه، لازم جلسه. يا ست عدلات، انا جايه لك من طرف الست زكيه. اهلا وسهلا.
وازاي الست زكية؟ كان نفسها تيجي لكن مشغولة قوي. قالت لي روحي بنفسك قولي لها تشرفنا بكرة علشان عيد ميلاد حسنات. كده كل سنة وانتم طيبين. حاضر، حاجة ضروري انا وبنتي. طبعا ضروري تيجي. والوقت سعيدة بقى. بس عايزة أقول لحضرتك حاجة. حكمتي بصراحة دخلتي قلبي وباين عليك ست كبيرة ومحترمة. العفو العفو. في ايه يا ست سعدية؟ في ايه يا ست سعدية؟ بصراحة أنا يهمني إنك تكوني قاعدة في الحفلة وراسك مرفوعة أنت وبنتك. طبعا بس أنا مش فاهمة يا ستي. بصراحة ست زكية عاملة حفلة هاتلة ذبحة فيها 3 خرفان و40 ديك رومي. يا سلام. 35 وزة و40 معزة. يا سلام. 5 عوالم و3 مغنيين و6 رقصات. يا سلام. قد كده أمال واكتر. وعلشان كده يصح انك انت تحضري ومعاكي هدية قد مقامك ومقام بنتك يا ست عدلات. علشان حسب ما انا عارفة كل المعازيم هيجيبوا هدايا. لا اطمني يا اختي اطمني. ده انا لازم اجيب هدية محدش جابها. ليه؟ هو انا اقل من مين؟ اطمني يا ست سعدية، لازم اجيب هدية. بنتي يا حسنات. نعم يا ماما. نعم يا ماما. قومي البسي فستانك الجديد وسرحي شعرك عشان في ضيوف جايين عشانك النهارده. ضيف علشان هنا؟ ايوه النهارده عيد ميلادك يا حبيبتي. عيد ميلادي؟ ازاي يا ماما؟ ده عيد ميلادي فاضل عليه 8 اشهر. بقول لك عيد ميلادك النهارده يبقى النهارده. وده معقول بس يا زكية؟ بس انت ما تنطقش الا لما اقول لك. ازاي بس؟ واحدة مولودة في ديسمبر يتعمل عيد ميلادها في ابريل؟ يا راجل انا بقول لك ما تنطقش، اسكت. طيب قوم اتهوى من هنا. يلا اتهوى. طيب حاضر يا ستي، ما تزعليش نفسك. هتهوى، انا هتهوى يا زكية. شايف المعازيم قد ايه؟ يبقى سعدية اشتغلت كويس. اهلا وسهلا يا ست عدلات. اهلا. سنة وانتم طيبين. خدي يا ست زكية، دي هدية بسيطة علشان حسنات. ولازمته ايه بس التعب ده؟ دبور خد يا دبور. هاتي يا ست زكية هاتي. يا سلام، ده احنا بقى عندنا أوضة مليانة هدايا دلوقتي. هي العوالم لسه ما وصلتش يا ست زكية؟ لسه يا حبيبتي، انا بعت سعدية تستعجلي. معلش يا ستات زمانهم جايين. دول أشهر عوالم في شارع محمد علي، وعقبال ما يلبسوا لبسهم بياخدوا وقت. العوالم جم. ده مين اللي بيخبط كده؟ دقيقة واحدة. الحقيقي يا ست زكية، يا خرابي يا مصيبتي. ايه في ايه يا سعدية جرى؟ يعني القدر كان مستخبي والواد كان متربي. الواد ابني يا ست زكية وقع من السطوح وشالته الاسعاف. يا ساتر يا حفيظ. اعمل معروف تعالي معايا اوام. الواد خلاص هيموت والفرصة هتفوت. اصله فتح عينيه وقال لي ايه يا اختي؟ قال لي قبل ما اموت يا ولية نفسي اشوف عمتي زكية. طبعا لازم اروح. لا مؤاخذة يا ستات، لا مؤاخذة. لا معلش اللي حصل. اتفضلوا انتوا الاول اروق البيت وبعدين اروح للاسعاف. يا عيني يا ابني. بقول لك ايه الواد يا سعدية؟ قال لي قبل ما اموت يا ولية نفسي اشوف عمتي زكية. حبيبي يلا يا ستات اتفضلوا اعملوا معروف. خلينا اروح اشوف الواد لا يموت قبل الفرصة ما تفوت. الواد لا يموت قبل الفرصة ما تفوت. هي دبور بعت الهدايا؟ جابوا 30 جنيه. حلوين. الوقت بقى خد ال3 جنيه دول. 3 جنيه بس؟ حلوين، ما انت كنت قاعد لا شغلة ولا مشغلة. لسه الجايات اكتر يا دبور. يدوم عزك يا ست زكية. الله، امال فين سعدية؟ بعتها مشوار صغير. طيب سلام عليكم بقى. اشوفك بكرة يا دبور، مع السلامة. بقى ده اسمه كلام يا ناس؟ ده اسمه كلام؟
يا ست زكية تاخدي هدايا الناس وتضحكي عليهم انت وسعدية؟ هي سعدية عندها عيال؟ اسكت انت يا ست زكية ما يصحش ولا كلمة. طيب. انت مالك؟ انا حر اعمل اللي انا عاوزاه. انا ذكية ذكية والاجر على الله. على فين يا سعطية؟ نازل. ما انا عارفة انك نازل، ودايما ان شاء الله باذن الله دايما في النازل. يا ساتر. لكن قول لي رايح فين النهارده؟ ما هو النهارده الحد والمحل اللي جبناهولك مسكوك. يا ستي انا نازل على القهوة رايح العب 10 طاولة مع اصحابي. طيب مع السلامة. مع السلامة يا سعطية. الله يسلمك يا اختي. يعني يا ست زكية، أنا شايفاك كده يعني مزنقة في الطلعة والنازلة على سعطية. الراجل مادام في جيبه فلوس ما يبقالوش أمان. انت عارفة الدكانة اللي خدناها من الواد حسني اللي كان عاوز يتجوز حسنات، قاعد فيها عطية دلوقتي. صحيح بيديني الإيراد يوماتي، لكن الأمر ما يسلمش، لازم يخنصر له جنيه ولا 2. لا يا ست زكية، ده الرجالة كوم وسعطية كوم تاني. وشرفك أغلب الرجالة كده اللي بيغيرهم الظروف. والراجل مادام تعبان ومش لاقي الدقة تلاقيه هادي مع مراته ويسمع كلامها، ونهار ما يدفي جيبه بقرشين اتفرجي عليه. ده رأيي أنا. أهلا، ده دبور يا ستي. اهلا وسهلا. ازيك يا سعدية؟ مساء الخير يا ست زكية، يا ست الكل، يا ريحة الورد والفل. الله ايه الوجاهة دي كلها يا دبور؟ على فين كده؟ والله انا جالي قرشين، قلت يا واد نزه نفسك وتفسح يومين، ما حدش واخد منها حاجة. وهتتفسح فين ان شاء الله؟ ده اهي دي بقى الاسئلة المحرجة يا ست زكية اللي انا ما اقدرش ارد عليها ابدا. مش قلتلك الراجل زي العربية، لما يبقى فيه بنزين يمشي، ولما يبقى معاه فلوس يتفسح. ايوه يا ست زكية، بس سعطية حاجة تانية غير دبور. سعطية راجل على نياته. ده صحيح يا ست زكية. انا شخصيا بستغرب ازاي راجل بقى عمره 40 سنة ولسه خام كده. عطية مش خام يا دبور، عطية كان مكبوس عشان كان مفلس، انما الوقت بقى له شهر من يوم ما استلم المحل، وانا حاسة كده انه ابتدى يفتح يلعب بديله. ديله؟ هو عطية له ديل يلعب بيه يا ست زكية؟ ما انت قصة ديله من زمان. ديل الراجل زي ديل البرص، تقطعه يطلع تاني. والله انا صدق الكلام ده على كل الرجالة الا سعطية. والله وانا كمان. انا اول مرة من رأيك يا سعدية كده. طب ايه رأيكم بقى ان كلامي صحيح وان عطية ساهي وممكن الساهي يعمل دواهي؟ اسمعوا اللي انا هعمله. صلاة النبي احسن، صلاة النبي احسن. اهدى كله يا ست زكية. بسم الله ما شاء الله، عين الحسود فيها عود. ايه شكلي كويس في الملاية والبرقع؟ والله العظيم ده رضا ربنا. انت ست الكل وريحة الورد والفل، يحفظك ربنا يا ست زكية. بس قوليلي، انت دخلت البيت كده ليه؟ حد يبقى قبها كده ويلبس شبشب؟ الوقت تعرف انت مش جاي معايا؟ انا رايحه انا وسعديه مشوار صغير. ايه هتخرجي بالملايه؟ ايوه، امال لابسها ليه؟ ورايحه فين كده يا ست زكيه؟ رايحه مشوار صغير انا وسعديه، وانت كمان هتيجي معانا. لا معلش اسمحي لي، انا بقى النهارده يعني ما اقدرش اجي معاكي، عندي ميعاد مهم كده. طب معلش انا هخرج انا وسعديه، بس يا خساره هتفوتك حاجه مهمه قوي يا دبور. حاجه مهمه يا ست زكيه؟ مهمه قوي. هتعرف منها ان زكيه صحيح بتعرف طبيعه الرجاله، وان كلمتها مش ممكن تنزل الارض ابدا. يلا بينا يا سعديه. معاك يا ست الكل. يلا. يا عم حسن يلا نخش بقى نلعب لنا دورين طاولة. ايه يا سلام عليك يا عطية، صبرك بالله يا اخي، هي طاولة حطير ما متلاقاها تحت امرنا اهي. يا سلام، شايف الستات الجميلة؟ الله،
عطيه ايه في ايه؟ واخد بالك من الست اللي لابسه ملايه لف دي؟ سمينة دي. بالظبط. الله دي بتبص وراها وبتضحك. تصدق بايه؟ الست دي بتضحك لك. تضحك لي انا؟ اي والله انا ملاحظها من اول ما مرت على القهوه، جت ناحيتك وراحت ضحكه، وبعدين دارت راسها وضحكت تاني. الله بص دي وقفت يا عطيه. الله، قوم يا عطيه، يلا يا عطيه. اقوم بس فين يا حسن؟ يا راجل ما تبقاش بليد كده، ست جميله بتضحك لك. وماله يا اخي اما تضحك؟ الله يا راجل دي واقفه اهي، قوم هز طولك وسلم عليها. قوم يا عطيه، يعني يلا يا عطيه. انت رايك كده؟ ايه اللي رايي كده؟ قوم يا راجل ما تضيعش فرصه العمر. وقفي بعيد عني يا سعدية. حاضر. ولما امشي خليكي ورايا من بعيد، ما تخليش حد يشوفك ويفتكر انك ماشيه ورايا. حاضر يا ست زكية، بس انا مش فاهمه انت واقفه هنا ليه. الوقت هتفهمي. والله عالية يا سعطية. سعدية روحي بعيد عني، روحي بعيد عني شويه. حاضر. انت يا والله عالية يا سعطية بقى كده. يا هس، يعني قمت من على القهوه اهو، يعني كفايه ان واحده ست تضحك لك عشان تقوم وتمشي وراها. يا هس، والله العظيم لا مخليه ليلتك مهببه الليله دي. سعيده يا ابله. سعيده، من فضلك ما تكلمنيش، احنا في شارع عمومي. الله، رايح على فين يا جميل؟ انا داخله الشارع الصغير ده اللي على اليمين كده. لكن اسمحي لي اقول لك بقى انك اموره قوي. صحيح. وحياة النبي سبحان اللي صورك. يا سلام، ما كنتش اعرف ان فيه في الدنيا قمرين. قمرين؟ امال قمرين، قمر في السماء وقمر ماشي على الارض. يا سلام، والله كلامك جميل قوي. لكن قول لي، نعم، انت في ايدك دبله، يعني انت متجوز؟ ويعني ايه متجوز؟ ايه بقى، مش عامل حساب للست؟ ست مين؟ نظرة يا ست. لازم بقى مراتك ست على نياتها. ابدا، دي مجرمة ومؤذية. مجرمة؟ وشرانية خالص. لكن اعمل ايه بقى، الجواز اسمه ونصيب. لكن انا بقى من النهاردة ان شاء الله قررت اغير نصيبي. تغير نصيبك ازاي؟ الله، وبعدين بقى معاك يا جميل، ما هو كلامي مفهوم وانت فاهم كويس يا جميل. لا وحياتك انا مش فاهمه. انا قصدي يعني ان انا ناوي اتجوز اللي قلبي حبه. افهمي بقى، امال ده انت باين عليكي ذكيه. فعلا انا ذكيه يا عطيه. الله، انت عارفه اسمي؟ في واحده ما تعرفش اسم جوزها. يا سلام، هو احنا لسه اتجوزنا؟ انما ان شاء الله هيحصل. مش معقول يا عطيه، ما فيش واحده تتجوز وهي متجوزه. الله، انت متجوزه؟ يا سلام على حظي الوحش. صدقيني انا بحسد جوزك. ياه بحسده من كل قلبي. لا ما تحسدوش، عشان النهارده يومه زي بعده. لا، والوقت عن اذنك شويه عشان انا عايزه اسلم عليك بسرعه كده يا جميل. البيت قرب يا ساعتيه. تعال هنا. مين؟ يا نهار زي بعضه. ذكية، الست ذكية. ايوه انا ذكية يا عطية. يا نهار اسود، ده اسمه كلام يا سعطية. انا عمال اقول للست ده سعطية ما فيش مثيله، وانت تقوم من على القهوة تعاكس الستات. يا نهار اسود. يا ناس يا نار يا رجلية. خلاص عمود، هروح الاخر خلاص. ايه مالك يا بابا؟ مالك يا بابا؟ حمود، انا حمود يا حسن. بعد الشر عليك يا بابا، حصل ايه؟ مين اللي ضربك الضرب ده كله؟ انهي وحش اللي عمل فيك العمله دي يا بابا؟ ايوه يا بنت، والله اللي ضربني وحش يا بنتي، وحش بري. وساكت على نفسك ازاي؟ انا لازم ابلغ البوليس. لازم القانون ياخد مجراه. انا رايحه القسم يا بابا، رايحه القسم. فين يا حسنات؟ رايحه القسم يا ماما. ابويا المسكين، ابويا واحد ضربه، وحش ضربه دغدغه.
هيموت يا ماما، هيموت. اقعدي في حالك انت، مالكيش دعوه. ازاي يا ماما؟ اللي ضرب بابا ده لازم يتحبس، لازم يخش السجن. ربنا يخليك يا بنتي. اخرس اكتم، لسه فيك نفس. اخرس. انا كنت فاهمه انك انتهيت. لا، ايه ده يا ماما؟ انت اللي ايوه، انا اللي ضربته. ابوكي لما شم نفسه حب يلعب بديله. اقعد هنا، قاعد لي على القهوه يا عاكس الستات. انما يلعب على مين؟ عليا انا ذكيه والاجر على الله. صباح الخير يا أستاذ عطية. اهلا سعلوة، اهلا. انت فين يا راجل؟ من يوم ما سبت الشركة ما شفتكش يعني. يا سيدي انت مشيت من هنا وجه مدير جديد رفدني. رفدك ليه يا استاذ عليوة؟ ده انت حتى ما كانش في عهدتك نقدية. ما تعرفش السبب ايه؟ لكن في الغالب هو بيغير مني. بيغير منك ازاي يا سعلوة؟ انت مش كنت هتترقى؟ لا مش من ناحية دي يا ابني. هو كان بيغير مني عشان البنات بتوع الشركة كانوا بيعبدوني عليوة. كده بقى ده هو السبب؟ مفيش غيره. وازيك انت يا سعدية؟ الحمد لله. اما قالوا لي ده فتح محل في الخورية استغربت، قلت مال عطية ومال التجارة؟ ده التجارة تحتاج سكاوة. قصدك ايه يا سعطية؟ قصدك يعني ان ذكائي بسيط؟ استغفر الله يا سعطية، استغفر الله. انا قلت سكاوة مش شكاء، والفرق بينهم كبير. الشكاء ده نور والشكاوة نور ومكر، وانت راجل خارم المكر يا عطية. الحمد لله. تشرب قهوة بقى يا سعلوة؟ لا بصراحة انا جاي اشرب شربات. اسمع بقى يا سعطية. نعم. أنا راجل عشت عمري ده صريح. وأحب الطريق المستقيم. وأقول الأعور يعور. لا مش قصدي يا سعطية. أقول أي حاجة في نفسي. وأنا بصراحة شفت بنتك حسنات. بنت حسنات؟ أيوة، وحكبتني خالص، وقلت يا واد دي بنت عطية صاحبك وانت أرمل بقالك 27 سنة. روح اطلبها منه وكمل بيها دينك. قلت ايه يا سعطية؟ انا مش فاهم حاجة. انت يا سعليوة عاوز تتجوز بنتي حسنات؟ الله، مالك كده؟ هو شرع ربنا في عيب؟ امال ابوك اتجوز امك ازاي؟ سعليوة دي بنت عندها 20 سنة بس يا سعليوة. كفاية يا اخي. امال عاوزها تتجوز وعمرها كام؟ 60 سنة؟ يعني وانت فوق 60 ازاي تتجوز واحدة عمرها 20؟ عجيبة يا اخي، انا حر. انت اتخذت مساكي؟ انت مالك انت؟ الله، اما شيء غريب صحيح. انا مالي ازاي عليوة؟ دي بنتي. ما انا عارف انها بنتك، وكونها بنتك معناه تخليها من غير جواز تضيع مستقبلها. ده حتى حرام يا عطية. مستقبل مين يا جدع انت يا مهكع؟ ايه الكلام الفاضي بتاعك ده اللي بتقوله؟ اتفضل قوم من غير ما تقوم. قوم. يعني مش عاوز تكوش؟ لا مش عاوز. قوم. يعني دي اخر كلمة؟ اخر كلمة. قوم بقول لك قوم. انا مش عاوزك تندم يلا يا عطية. يلا احسن اعصابي اللي تفلت مني. يلا اعمل معروف من قدامي. اعمل معروف يلا عليه وامشي. بتقول ايه يا عطية؟ بقول لك النهارده حصل فصل سخيف قوي. واحد صاحبي اسمه عليوة عنده 65 سنة وماشي في 90 جاي يخطب حسنات. حسنات بنتي؟ شوف المغفل. قال لي انا عاوز يكمل دينه. رحت طرده طبعا، مشيته كمان قفاه يقمر عيش. ومين اللي قال لك تطرده؟ ايه؟ مين اللي قال لك تتصرف في حكاية تخصني انا وبنتي؟ الله، وده معقول يا زكية؟ راجل عمره 65 سنة يتجوز حسنات اللي عمرها 20 سنة؟ برضه لسه بسألك ازاي تتصرف لوحدك في موضوع زي ده؟ هو انا يا راجل ماليش كلمة؟ فهمني يا ست زكية. انا طبعا اتصرفت وفاهم انك ضروري مش هتوافق على جوازة بالشكل ده. اسمع يا عطية. نعم. دي اخر مرة تتصرف في موضوع زي ده من نفسك. فاهم يا ست؟ بس ده عجوز ومكحكح، عجوز قوي يا زكية. يا راجل انت اتجننت. افهم بقى،
بقول لك تاني مرة ما تتصرفش لوحدك. قول حاضر. حاضر. قول حاضر. حاضر 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 يا ستي. والوقت بقى قوم حالا. نعم. وروح لصاحبك ده وجيبهولي هنا. اروح لعليه بس اقول له ايه بعد ما طردته يا زكيه؟ هي كلمه واحده. قول له تعالى عشان الست عاوزاك. يلا يا عطيه قبل ما تكسر اعصابي. حاضر حاضر. اتهوى يا عطيه. حاضر حاضر بس ما تزعليش نفسك. انا هتهوى يا زكيه. ما تزوقيني يا ماما، اوام يا ماما، ده عريسي هياخدني بالسلامة يا ماما. الله، يو انا بقول كده ليه؟ مش عيب يا بنتي حسنات، عيب يا بنتي تقولي حاجه كده اهو. هو انت صغيره على الحاجات دي؟ ده ابو العريس قاعد مع ماما اهو، اما شوف بقى هيقول لها ايه يا اختي. اهلا وسهلا يا سعليوه. اهلا بيك يا ست زكيه. والله انا اول عطيه ما جالي وقال لي الست عاوزاك، قلت يا واد خير، باين ربنا رضي عليك. ولا ايه يا ست زكيه؟ تعجبني انك بتفهم. بقى بصراحه انا زعلت قوي من عطيه لما قال لك لا. وانا سعدت كمان، ده انا صاحبه من 25 سنه، وبيني وبينك انا ما عملتش عيبه، انا طلبت حسنات على سنه الله ورسوله. وانا يا سيدي قبلك. بتقولي ايه يا ست زكيه؟ بقول انا موافقه ان سعليوه يتجوز حسنات. الراجل ما يعيبوش حاجه طول ما عنده فلوس. لا اطمني يا ست زكيه، من حيث الفلوس ربنا ساترها قوي. انا عندي بيتين ورصيد في البنك. خلاص على بركه الله. ايه سلامتك، عندك برد؟ لا ده مش سجاير. سجاير؟ انما انا صحتي من السجاير. معلش من السجاير. لا يا ست زكيه. ايوه من السجاير. انما انا شايف يا زكيه انه يصح برضه تاخدي راي حسنات. لو خدنا رايها دلوقتي هتقول لا. يا خبر زي بعضه. والعمل ايه؟ تصبر اسبوع ولا 2 بس. اصل بصراحه انت في المده دي لازم تحاول تكسب قلبها يا سعليوه. جاك وجع قلبك. اكسب قلبها ازاي؟ فهميني يا ست زكيه. يا راجل عيب، هو انا هفهمك؟ ده انت كلك نظر. النهارده تجيب لها هديه حلوه اديها لها واقول لها دي من عليوه. ايوه. بكره تجيب لها هديه واقول لها دي من عليوه. دي من عليوه، دي من عليوه، لحد ما تقول وروني عليوه. قرأ ايه يا سعدية؟ انا بدي اعرف حكايتكم ايه. طب بس حاسب على نفسك للسر الالهي يطلع. ايه في ايه يا عليوه؟ في ايه ازاي؟ انا صارف لحد دلوقتي 215 جنيه و3 ساعة. طيب جبت بيهم هدايا الحسنات. وماله يا اخي؟ هو انت مش جايبهم بخطرك؟ في حد لا مؤاخذه ضربك على ايدك؟ حد قال لك اشتري بقد كده ولا ده بقد كده؟ يا اخي انا عاوز اشوف حسنات، عاوز اشوف خطيبتي. امتى اشوفها عطيه؟ امتى يا راجل انت هشوف بنتك؟ قولي، انا قربت اتجنن، ما بشوفش غير خلقتك وخلقة زكيه. والله يا سعليوه انت عارف ان انا ماليش دخل بالموضوع ده. انا من الاول قلت رايي، وبعدين الراي الاخير للست زكيه. هي بقى انت تروح تقول لها توري لك حسنات. قلت لها كتير يا سعطيه، كل ما اقول لها شوف حسنات تقول لي هات هدايا عشان قلبها يرق ويليه. هي ايه الحكايه؟ قلب بنتك حجر يا عطيه. على مهلك. اسمع عم اقول لك بكل صراحه. نعم. بقى انت تفهم الست زكيه ان ما خطبتش حسنات يوم الخميس الجاي. ايوه خلاص. تعتبروا المساله انتهت. وهو كذلك. انا هقول للزكيه يوم الخميس يا تبقى خطيب حسنات يا ربنا ينقذنا يا ربنا ياخدك.
يا سعلوة الصبر طيب. اصل الحقيقة انا مش عايز اعلن خطبة حسنات عشان كان فيه واحد متكلم عليها وانا فضلتك انت. يا خرابي دبور. هي ست دبور جه. ست دبور جه. اهلا سدبور. اتفضل استريح. يا وليه انت بتضحكي عليا؟ عايزه تجوزي بنتك واحد غيري؟ بس اتفضل هدي نفسك. هدي نفسي ازاي؟ انا عارف لازم اشرب من دم اي واحد هيتجوزها، لازم اعدي من حياته. انا دبور، انا اللي هيتجوز حسنات. انا مين اللي هيتجوزها غيري؟ انا اتبعه زي الخروف، اتبعه ده لا اسلخه كمان. ويا واد دي اللي هتجوزها. لا مؤاخذة يا ست شكية، انا ورايا مشوار. ما تخليك قاعد يا سعلوة. لا معلش اعملي معروفة، انا ورايا مشوار. مع السلامة. هشوفك امتى يا سعلوة؟ معلش بقى يا ست شكية، اصل انا مسافر والموضوع اللي بينا اعتبريه انتهى خلاص. يا ناري يا ناس، ده انا مجرم، انا قتال قتلة. في حد يفكر يجوز واحدة انا عايز اتجوزها؟ قول لي يا حضرتك، معقول حد يضحي بعمره؟ حد يرضى يندبح زي الخروف؟ رد. معقول؟ لا مش معقول ابدا. اعملوا معروف. وسع لي. سلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. الراجل عجوز وعنده 65 سنة وعاوز يتجوز بنتي. ده أنا ذكية والأجر على الله. ايه الزرق اللي بره ده يا رشدي؟ مفيش، دي الولية صاحبة البيت جاية تزعق علشان تمن المية. كده كان لازم برضه تبقى هادي شوية. مش معقول. انت عارف الناس دول مش واخدين على احوال الفنانين. انا ما عملتش حاجة. بس الست دي متعبة، مثيرة جدا. انا عارف صاحبة بيت ايه دي. والله انا شخصيا مقبوضة من البيت ده، كان نفسي نتجوز في بيت تاني. يا ستي الظروف هي اللي حكمت بكده. على كل حال بكرة لما نروق من المشاكل اياها دي هنعزل في شقة جميلة كبيرة. على الله. وتقولي لسه برضو ما انش الاوان عشان صبرك يا سامية، اصبري، كل حاجة هتكون تمام بإذن الله. سعدية. ايوه يا ستي. اعملي فنجانين قهوة. حاضر. اقعد يا دبور. سعدية جت قالت لي الحق الست مترفزة قوي، بتقول يعني هاتولي دبور من تحت الارض. ايه حصل؟ ايه يا ست زكية؟ حصل كل شر يا دبور. تصور واحد ساكن في بيتي يهزقني. يهزقك ازاي؟ ده راجل مستأجر، يهزقك ازاي؟ اخر زمن نازلة اترجاه يخف ايده عن الحنفيات شوية. الوصل جاني ب5 جنيه، مرضيش يسمع مني ولا كلمة. ليه؟ اطرش. بعدين اول حاجة عملها قعد يزعق ليه وليه بضرب الجرس، وبعدين طلع لنا قال ايه متأسف ما اقدرش ادخلكم عشان انا مشغول. ايه مشغول في ايه؟ الله، هو بيشتغل ايه؟ هيكون ايه يعني؟ راجل قاعد طول النهار يرسم اشجار وصور. رسام يعني. معلش يا ست زكية، معلش ما تدقيش عليه كتير، ده فنان والفنانين على نياتهم واحوالهم عجيبة، ما تزعليش. بتقول ايه؟ هو انا جايبك يا دبور عشان تقول لي معلش؟ وراس امي في نومتها لازم يعزل من الشقة، لازم اخرجه من البيت. القهوة اهي. اتفضلي يا ست زكية، اتفضلي يا ست دبور. تدومي يا سعدية، ست زعلانة قوي. من الراجل المجنون اللي تحت ده. تصدق بايه يا سي دبور؟ لا اله الا الله. الراجل ده يشوفني طالعه نازله عمره ما يبص في وشي. الله، ودي مزعلاكي في ايه يا سعدية؟ راجل فنان بيحب الجمال. اسمع يا دبور، سيبك من الكلام الفاضي ده، دبرني نخرجه من الشقه ازاي؟ قول لي، اتكلم. هتكلم اقول ايه بس يا ست زكية؟ انت عارفه القانون كويس، مادام بيدفع الاجره ومش مسكن الشقه من الباطن هنخرجه ازاي؟ القانون يا ست زكية. الله يا سي دبور، هو انت جاي تفهمني القانون؟
هو انت من امتى بتحترم القانون؟ ما احنا عارفين الموضوع. ما فيش داعي تعكري دمي بالكلام ده يا ست زكية. الراجل ده لازم يسيب الشقة، يعني لازم يسيب الشقة. خلاص بس يعني اديني فرصة. قد ايه؟ اسبوع واحد. كتير يا دبور، لازم اخلص منه بسرعة. كل يوم بيمر عليا هو في البيت هتجنن، بينقص عمري. انا خايفة من السكر، انا خايفة من الضغط. كل ما افتكر انه زعق لي ازاي وطردني اتجنن. ده انا صاحبة البيت، ده مستاجر، هي الدنيا جرى فيها ايه؟ ما تزعليش نفسك يا ست زكية، ما تزعليش نفسك. هنعمل له جلسة نوضبه فيها. الا قولي لي، هو قال لك ايه لما فتح الباب؟ المتأسف ما اقدرش اتكلم، اتفضل انا مشغول. كده مشغول ولا في حاجة في الشقة عايز يخبيها؟ غرض يعني حد ما يشوفهاش. هو متجوز؟ ايوه متجوز. في واحدة ناشفة زي عصاية الغلية، وشكلها يقرف يا سي دبور، ورخرة مناخيرها في السما، تشوفني تهز راسها. مش عارفة انا بتهز راسها ليه، ولا مرة شافتني على السلم إلا وهزت راسها. إيه بتستعجب مني؟ لا بتسلم عليك. تسلم عليا براسها ولسانها فين؟ مقطوع؟ بس خلينا في اللي حصل. قول لي هنعمل ايه يا دبور؟ خلاص يا ست زكي، حاضر يا ست الكل، يا ريحة الورد على الفل، ولا يهمك. دبور لازم يلدعه. مش عارف يا سامية أقول لك إيه. النهاردة حصلت حاجة غريبة قوي. ايه اللي حصل يا رشدي؟ لاحظت في واحد شكله غريب ماشي ورايا مطرح ما اروح. أدخل من شارع ورايا، أخرج من شارع ورايا، أركب أتوبيس ورايا، أنزل من أتوبيس ورايا. وبعدين يا رشدي؟ وبعدين اتغصت قوي. قلت في عقلي بالي يا واد ده بيراقبك ليه؟ لازم من طرف أهل مراتي الأولانية. كويس قوي، بعتينه عشان يعرف الشقة هنا. المهم أعصابي فلتت، رحت واقف مرة واحدة وقلت له تسمح تقول لي حضرتك ماشي ورايا ليه؟ قام رد عليا بكل وقاحة وقال لي تسمح تقول لي انت ماشي قدامي ليه؟ عجيبة. وبعدين كنت هضربه. اتلموا الناس وجاء عسكري. وبعدين يا رشدي؟ العجيبة بقى ان الراجل ده اول ما شاف العسكري زاخ بقى فص ملح وداب. حضرتك المعلم خضري؟ محسوبك يا هاني. ايها خدمة بالسلخانة، السلخانة كلها تحت امرك. عاوزة ايه؟ سجق، لحمة راس؟ تدوم. انت تمام زي ما سمعت عنك، شهم واصيل. ده بس من ذوقك يا هاني. شوف بقى انا واحدة تعرف ربنا كويس وما ترضاش ابدا بالغش ولا الخيانة. نعوذ بالله من الغش والخيانة. الله، انت جوز بنتك اسمه رشدي؟ ايوه مظبوط. ماله جراله حاجة؟ ده اصله بقاله 3 اشهر مسافر. سافر فين؟ ده ما سابش مصر ولا يوم واحد. زي الكلام ده؟ رشدي هنا زي بقى؟ طب ده ايه الجماعة اللي مسافر اسكندرية؟ قال رشدي قاعد في مصر ايه؟ ومعاه عروسته الجديدة. ايه الكلام ده؟ اسمعي بقى يا ست انتي، انا راجل مجنون وحاسب على كلامك معايا. عروسة ايه؟ رشدي خان العيش والملح واتجوز واحدة جديدة يا معلم، وادي عنوان الشقة اهو. يبقى نهار اسود، يبقى هشرب من دمه. الله، مين؟ سي خضري؟ ايوه خضر يا دون يا قليل الاصل. استنى بس انا هفهمك. هتفهمني ايه يا غشاش؟ تقول مسافر وتيجي تتجوز وتأجر شقه وتسيب بنتي؟ اصل الحكايه انك ند وانا هربيك حالا. يا سي خضري انا غلطان والله غلطان. يلا احسن وعيبانات النبي اتبعك هنا وخلي دمك يجري في الشقه. يا رشدي خلاص انا عايزه اتطلق. لا بنت، بدل ما تنتهي حياتك. انت يا جماعه في ايه؟ حصل ايه؟ اللي حصل انت عارفاه. يلا يا جدع قدامي على البيت. وانت بنت لم هدومك وروح الاهلي دلوقتي حالا.
هو ده الحل، بس حاسبه على الشقة. مع السلامة يا سروجدي، عشان تبقى تطردني، عشان تبقى تسيب الحنفيات. انت اللي عملتيها يا زكية. انما انا اللي غلطان صحيح اللي فكرت ان اتجوز واحدة تانية غير مراتي. انا غلطان يا ناس، غلطان كده اهو. دلوقتي بس عرفت ده انا ذكية ذكية والاجر على الله. يا ستي زكية، يا ستي زكية، شوفي بقى يا ستي، أنا عندي مستأجر كويس أوي للشقة اللي في الدور الأولاني. مش هأجرها. مش هتأجريها إزاي؟ وده معقول؟ أنا حرة يا أخي، ده ملكي أنا. أنت عارف كويس إن البيت ده ملكي. يا ستي هو أنا بنزعك في ملكك؟ ده راجل موظف رئيس أرشيف عرفته في القهوة، ولما عرف إن عندنا شقة فاضية اترجاني. بقول لك مش هأجرها يا عطية. يا ستي ده أنا ضمنه هيدفع ال5 جنيه من سكات، لا هيطالب بتخفيض ولا حاجة. ده أصله بس مزنوق يا زكية، منقول جديد وبيبات في القهوة يا زكية. يا أخي يبات في القهوة يبات في الشارع وأنا مالي. أنا قلت لك مش هأجرها، يعني مش هأجرها. وأعمل إيه أنا بس دلوقتي؟ أنا اديت كلمة للراجل يا زكية. اديته كلمة؟ صدقتني والنبي، بتتكلم كأنك راجل بصحيح. وبعدين بقى يا زكية، وده اسمه كلام؟ مش قلت لك مفيش داعي تجرحي إحساسي بالشكل ده؟ الله، ما تزعلش يا عطية. ما هو يا حبيبي أنا قلت لك 100 مرة خليك في حالك. إيه اللي يحشرك في حاجات زي دي؟ ده بيتي أنا، ملك. أصل أنا اديت للراجل كلمة، وده بيقعد معايا في القهوة كل يوم. هلاعبه بعد كده طاولة ازاي بس؟ والنبي تأجريها يا شيخة، ده حتى غلبان. زهقتني، بعد عني بقى. اتهوى يا عطية. طيب يا ست، حاضر، بس ما تزعليش نفسك. أنا هتهوى يا زكية. يا سلام، هي دي الفكرة السليمة يا زكية هاني. يعني ايه رأيك بقى في فكرتي دي يا دبور؟ سبحان العاطي، سبحان المتجلي. انت فاكرة ان الافكار دي من عند بني ادم؟ مش ممكن، دي لحظات تجلي. يا متجلي روق مخنا روق. انا قلت اعمل الشقة بانسيون واجر كل اوضة بجنيه في الليل، يعني يبقى اجرها في الشهر 60 جنيه. هو ده الكلام يا ست زكية هاني، بس يعني ما تنسيش اننا هنكلف ثمن العفش. عفش ايه؟ احنا محتاجين لسرير واحد بس. ايه؟ دول اوضتين يا زكية هاني. ما انا هاخد سرير عطية. سرير عطية؟ ايوه، يعني هو لازم يبقى عنده سرير لوحده؟ اهي الكنبة ممكن ينام عليها. لا يا دبور، مشروع كويس قوي قوي قوي. هو كويس قوي، بس يعني العملية بالشكل ده مش هيطلع لي انا فيها حاجة ابدا. لا انا مش هنساك برضو يا دبور. انت عارف اي فلوس بتحتاج لها مش بديها لك. انا مش قصدي السلف يا ست زكية، انا قصدي يعني ان البنسيون ده ممكن يبقى كنز، ممكن يبقى عملية كبيرة قوي. يعني هما 60 جنيه مش كفاية؟ ده الايجار، انما انا بتكلم على حاجة تانية. البنسيون ده هيشيل ويحط ناس اشكال والوان، فيهم الغني وفيهم الفقير، وما دام هيبقى ساكن هنا في حوزات هنا ونايم عندنا، يبقى لازم نفكر كويس. لازم كل زبون مريش نعمل له جلسة. فهمت. اما انت مصيبة يا دبور. خلاص الزبون المريش نعمل له جلسة. اسمع، سعدية تخليها من الشقة هنا وتخليها هي وحسنات في البنسيون تحت. ما تسيبش الزباين لحظة واحدة. الحقيني يا زكية، الحقيني. ايه يا راجل مالك بتصرخ كده ليه؟ على صوتك عربة. السرير بتاعها يا زكية السنة والمرتبة واللحاف
والمخدات. ما تسرقش يا عطيه. ودي السرق. خش جوه الاوضه تلاقيها فاضيه. يا ساتر يا رب، الحراميه بقوا صعبه قوي، يسرقوا السرير والمرتبه واللحاف والمخدات. الحمد لله اللي ما سرقونيش انا كمان. يا راجل يا مخلول، سريرك ما تسرقش، انا اللي خدته. انت اللي خدتيه؟ وديتي فين يا زكيه؟ احنا هنعزل. نعزل؟ ربنا يعوضني في عقلك. امين. السرير خدته عشان الشقه اللي في الدور الاولاني حطيته فيها. وليه بس كده؟ انا خافنا انام لوحدي يا زكيه، انام لي انا في الشقه الفاضيه. اللهم صبرني على ما بلاني. امين. يا راجل سيبني اكمل. طيب. الشقه اللي تحت عملتها بانسيون وعشان كده خدت السرير بتاعك ومن هنا ورايح هتنام على الكنبه. بنسيون؟ عملت الشقه بنسيون؟ والله الفكره حلوه. هتسميه ايه؟ بنسيون ايه؟ بنسيون زكيه. الله، اسم عالي، اسم يجيب زباين. بنسيون زكيه، بنسيون زكيه. اسمعي يا زكيه، ارجوكي بقى ممكن تحطي اسم معاكي يبقى بنسيون مثلا، يعني مثلا زكيه وعطيه. ايه رايك بقى؟ رايي انك تبعد عني الوقت وتسيبني. احسن اعصابي هتفلت مني. لا لا لا، يلا تهوى يا عطيه. حاضر تهوى. حاضر، بس ما تزعليش نفسك. حاضر، انا هتهوى، انا هتهوى يا زكيه. سلام عليكم. اهلا وسهلا يا عمده. ايوه يا عمده، اتفضل، هنا بنسون ماما زكيه. ايوه، قالوا لي من تحت في الشارع عليه. ما نلاقيش عندكم اوضه بسرير فرداني؟ موجود طلبك يا عمده. ايه وبكام الليل؟ بجنيه واحد بس. جنيه؟ او النبي. ليه؟ لا لا، ده كتير قوي. انا احط راسي على المخده وافتح عيني الصبح وادفع جنيه؟ لا 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 يا عمده يا عمده، بنسيون ماما زكيه. دخلي ايه هاني في زكيه ولا في علي؟ اسمع ما اقول لك بقى. نعم. انا ما ادفعش غير 50 قرش. قلت ايه؟ في ايه يا حسنات؟ يا ماما العمده عاوز اوضه بسرير ومش عاوز يدفع غير 50 قرش. هو الجنيه كتير عليك يا عمده؟ وانت كده كلك دهب. وحضرتك بقى تبقي مين؟ انا زكيه صاحبه البنسيون، دي اوضه مخصوص. ما هو اسمع اما اقول لك بقى، انا ما اقدرش ادفع غير 50 قرش. واحنا برضو ما نزعلكش، خلي الفرق عليا انا. انت هتقعد كام ليله؟ الليله دي بس، اصل انا جاي اشوف ابن اخويا خدوه الجهادي. زي بعضه، هات ال50 قرش. ايه دقيقه واحده. هي المحفظه فين؟ ايوه خدي اتفضلي. انما اسمع ما اقول لك بقى، انتم بتاخدوا مقدم ليه؟ والله نظام شغلنا كده يا عمده، قبل الزبون ما يتخبط في الاوضه لازم يكون دافع اللي عليه، خصوصا وانت معكش عفش. ايه المقصود؟ أنا نازل أشوف شوية مصالح وأرجع بإذن الله المغرب. سلام عليكم. مع السلامة يا عمدة، مع السلامة. الحكاية في منتهى البساطة يا ست زكية. سعدية تجيب المحفظة من العمدة. طب ده هو رابطها بحبل في رقبته. خدي معاكي موس صغير وتخش الأوضة في الفجر. يا خبر، أخش ازاي؟ يمكن يكون قافلها بالمفتاح. طب وتديله المفتاح ليه؟ أما يرجع قولي له المفتاح راح. اسمع يا دبور، بقى أنا بحب الفلوس صحيح، إنما ما بحبش المشاكل. مشاكل إيه يا ست زكية؟ طب افرض يعني افرض إنه حس بيا وأنا في الأوضة. أولا أنت ما تدخليش إلا الساعة 4. الساعة دي بتنام فيها الشياطين. إن حس بيكي وأنت إيدك على صدره قول له يصحى يا عمدة يصحى، أنا جاي أصحيك تصلي الفجر. الله يخرب عقلك يا دبور. بقى دي دعوة ست زكية هانم، ادعي لي إن ربنا يعمره مش يخربه. أنت فاكرة إن الأفكار دي بتاعت بني آدم؟ مش ممكن، دي لحظات تجلي يا متجلي. طيب بعد ما تجيب المحفظة نعمل إيه؟ يا سلام، هي دي عايزة سؤال؟ ننفضها ونلقعها في المنور. مش قصدي، يعني نعمل ايه لما العمدة يصحى ويلاقي محفظته ضاعت؟ لا دي سيبيها عليا انا بقى. انا على كل حال هكون من الساعة 5 صباحا هنا في البنسيون. اطمني يا زكية هانم، الدبور عمر لدعته ما تخيب ابدا ابدا. صباح الخير
خير يا زكية. إن شاء الله كده يكون المسألة مشيت كويس. المحفظة اهي. عارف كويس قوي. شفت فيها كام؟ فيها كام جنيه؟ فيها 50 جنيه والورق التاني ملوش لزوم. أنا هشيل الفلوس وأنت روح اتصرف في المحفظة. خد. هات. والله يا دبور أنا مش عارفة هعمل إيه لما يصحى العمدة ويعرف إن محفظته ضاعت. حلوة ضاعت دي. ما تخافيش، أنا عامل حسابي لكل حاجة. ودلوقتي هاتي لي ورقة بيضة. ورقة بيضة عشان ايه؟ هاتي ورقة بيضة بس علشان هكتب كلمتين كويسين قوي. واسمعي يا ست زكية، شوفي لي شوية سمغ. اتفضل الشاي يا عمدتنا. يزيد فضلك. خدي بقى بالمرة يا بنتي يا سعدية، هاتي لي علبة سجاير. حاضر يا عمدة. قول لي سجاير نوعها ايه؟ الله، المحفظة. المحفظة فين؟ ايه؟ انت انتوا مرة مش في رجالتي. المحفظة ايه يا عمدة؟ محفظتي يا بنتي سرقت راحت. بس دور كويس يمكن حاططها هنا ولا هنا. دورت في كل جيوبي. محفظتي فيها 50 جنيه و10 كمبيالات يا اخواتي. محفظتي فيها 50 جنيه و10 كمبيالات اتسرقت يا ولية. اسمع ما اقول لك بقى، انتوا حرامية. انا نمت بالليل وانا ماسك الدبارة بايدي دي والمحفظة على صدري. تبقوا انتوا حرامية. انا لازم ابلغ البوليس، لازم اوديكم داهية. ايه في ايه يا عمدة؟ ايه بيقول محفظته راحت. ايوه محفظتي راحت. محفظتي فيها 50 جنيه و10 كمبيالات. محفظتي فيها خلاص عرفنا اللي فيها. اسمع، انا مدير البنسيون. احب اقول لك ان اي دوشه هتعملها هنا احنا هنطلبك بتعويض. انا نايم امبارح وايدي ماسكه الدباره دي والمحفظه على صدري. تبقى راحت ازاي يا عالم؟ مالناش دعوه. اتفضل حضرتك اقرا الورقه الملزوقه دي على الحيطه. الاداره غير مسؤوله عن النقود والاشياء التي لا تودع امانات. ما حطيتش محفظتك ليه امانات؟ مش قريت الاعلان ده امبارح؟ والله يا سيدي انا ما شفته غير النهارده. ده موجود من ساعه ما فتحنا البنسيون يا عمده. يبقى انت اللي مسؤول مش احنا. من فضلك بلاش روشنه. ده احسن بنسيون في البلد، بنسيون زكيه. يا عمده فكر كويس يمكن وقعت منك في الاتوبيس ولا حاجه. كده اهو والله لا هتروحي في داهيه يا زكيه. والله لا بكره هتندمي يا زكيه. اسمع اما اقول لك، انا واقفه من الصبح ساكته وانت عمال تقول اتسرقت. اوعى تتكلم كلمه واحده زياده. واتفضل بقى علينا عرض كتافك. ده احسن بنسيون في البلد. ده بنسيون زكيه والاجر على الله. انا زكيه والاجر على الله. زكية الغبية من تأليف عباس الأسواني وإخراج محمود يوسف. بالقناة. شكرا. غدا نلتقي مع الجزء الثاني. مع تحيات داليا رشدي.